اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه السنيور. النهارده ان شاء الله هنشرح دواء جديد من سلسله ادويه العنايه والطوارئ وهو الامينوفيلين. انا محمود فرحات، اخصائي كليه تمريض جامعه المنوفيه. كوبايه القهوه بتاعتك حصل. الامينوفيلين ايه هو الماده الفعاله بتاعته؟ الماده الفعاله بتاعته هي الامينوفيلين برضه. طب ايه هو الاكشن بتاعه؟ الميكانيزم في الاكشن بتاعه هو عباره عن مثبط لانزيم معين اسمه الفوسفودايستريز. طب ايه وظيفه الانزيم ده؟ وظيفه الانزيم ده انه بيعمل لي ريلاكسيشن للبرونكايال ماسل، فبيعمل لي برونكو دايليشن، بيعمل لي توسيع للقصبات الهوائيه. كمان برضو بيقلل لي استجابه لمسببات الحساسيه وغيرها من المواد اللي بتسبب لي ضيق في مجرى التنفس. طب ايه استخداماته؟ بنستخدمه في حاله البرونكايل ازمه الربو الشعبي والبرونكايتس التهاب القصبات الهوائيه. طب ايه هي الكونتر انديكيشن بتاعته او موانع استعماله؟ البيبتيك ألسر، قرحة الهضمية، والهايبر ثايروديزم، زيادة نشاط الغدة الدرقية، والهايبر سنسيتيفيتي للدواء، حساسية الدواء، وأمراض القلب التاجية، ومرضى الصرع. طب ايه هي تركيزاته بقى او تركيزه؟ بيتوفر في صورة أمبولات 25 مللي جرام لكل ملي. كمان برضو بيتوفر لي في صورة أقراص 100 مللي و 225 و 350. كمان برضو بيتوفر لي في صورة شراب 105 مللي لكل 5 مللي. طب ايه اعراضه الجانبيه؟ بيحصل تسمم من الامينوفيلين لو زادت نسبته عن النسبه العلاجيه الموجوده في البلازما، اللي هي بتبقى من 10 ل 20 مايكروجرام لكل ملي. يعني بتكون النسبه لو حصل تسمم منه بتكون النسبه اكبر من 20. كمان بيحصل برضو من ضمن الاعراض الهايبوتنشن. كمان برضو بيحصل غثيان وقرحه في المعده وقلق وتشنجات، وبيبقى المريض كده حاسس بالارق وبالتعب. طب ايه بقى احتياطات اعطائه؟ بنديه وريد ببطء وبنحله على محلول ملح او جلوكوز. بنديه على مدار 20 دقيقة، لانك لو اديته بسرعة هيحصل ديس اريزميا للمريض. ما بنديهوش عضل، لانك لو اديته عضل للمريض هيعمل سكار تيشو، هيكون لي خراج كده. كمان برضو بتلاحظ المستوى العلاجي الطبيعي للامينوفيلين في البلازما انه يبقى في النسبه بين 10 ل 20 مايكروجرام لكل ملي، عشان ما يزيدش عن 20 ويبقى حصل تسمم من الامينوفيلين. كمان برضو بنستعمله بحذر مع مرضى القلب والاوعيه الدمويه والمرضى اللي عندهم هايبوتنشن، اللي عندهم انخفاض في ضغط الدم. ما شاء الله عليك يا باشا، كنت مولع. السلام عليكم. والى اللقاء في حلقه جديده على قناه السينيور، وما تنساش كده تدعمنا باشتراك ولايك على القناه. سلام. مع السلامة. مع ألف سلامة. خلي بالك من نفسك، هتوحشني يا حبيب قلبي. مع ألف سلامة.